لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلنطلب الله إياه. سعد لي أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد إن شاء الله. يا رب تكون أيامكم كلها سعادة وهنا يا رب. بحب أرحب بالبداية بالمشتركين يلي انضموا على قناتي. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. إن شاء الله تكون الفيديوهات نالت إعجابكم، ويلا خلونا نبلش الفيديو. هلأ اليوم بالنسبة لهذا اليوم كانت زيارتي لعند أهلي. طبعا إجا أخي أخدني، الله يرضى عليه يا رب ويعطيه ألف عافية. أول ما دخلنا مرت أخي كانت عم تعمل القهوة. طبعا اليوم كان يوم خميس وأهلي صايمين، أمي وأبوي صايمين. ونحن هلأ عم نشرب القهوة لوقت ما يصير موعد الأكل، وتكون يعني أمي عم تطبخ الأكلات لأنه هي وأبي صايمين. هلأ هون أنا جيت أشوف لأمي الأكلات لأنه هي صايمة ما فيها تدوق الأكل. هون عم تعمل الفريكة والرز وكمان هاي الكبة. هلا أنا دخلت على المطبخ هيك ساعدتهم شوي. هون كمان الرز كان بده لسه شوي، طبعا كان بقيان لسه نص ساعة للأذان. هلا هون بلشت أساعدهم بقلي الكبة، بس طبعا أنا مو يعني مستحكمة كتير إنه أصور لأنه ستاند ما كان معي، كان بالبيت. هلا هون بلشنا نحط السفرة، جهزنا كل شي مثل ما شايفين هيك مدينا السفرة. طبعا انا هون بدي احكي لكم شوي. هلا اخي هاد انتقل على بيته جديد مثل ما شايفين نحن حاطين بالارض لانه اولا عددنا كبير، يعني نحن عائلة كبير، اذا بننجمع عددنا يعني شوي كبير. تاني شي اخي لسه يعني موصي على طقم غرفة الضيوف ولسه ما وصل. ونحن حبينا انه ننجمع بهذا اليوم. لهيك يعني العدد كان كبير وبتعرفوا يعني، والكل باركين على الأرض بس إنه لحتى يوصل طقم القلاطق. هلأ هون بعد ما خلصنا أكل تعشينا الحمد لله رب العالمين، الله يديمها يا رب نعمة. بلشنا هيك نعمل سهرة على الخفيف، يعني هيك من الشغلات يلي موجودة بالبيت. طبعا أنا ومرت أخي عم نشتغل بالمطبخ لوقت ما كمان يتجمعوا الشباب وأخي التاني يجي من شغله. هلا هيك حطينا شوية شغلات للسهرة، بزر، تخليطة، يعني هيك شغلات خفيفة وبالإضافة للفواكه. هلا هيك خلصنا تجهيز كل شي، وهون كمان عم نحط الصحون المهلبية. هاي مرت أخي عندها بنتها صغيرة كتير بتحب المهلبية وعملت لها هاي الصحون، وحسبت حساب الأولاد التانيين، يعني أولادي وولاد أخوي التاني، يعني كترت شوي الكمية. هلا هيك جهزنا كل شي بالمطبخ لوقت ما يكون الكل موجودين والكل جاهزين. هون عم جهز كمان صحن الفواكه. اكتبولي بالتعليقات رأيكم، شو رأيكم بالروتينات يلي بعملها بالفيديوهات يلي عم صورها. إذا بتحبوا أعملكم شي أو اكتبولي بالكومنتات إذا بتحبوا مثلا أكلات معينة، أي شي شاركوا معكم. أنا كتير بتقبل رأيكم طبعا لأنه أنتوا أكيد عيلتي التانية، ويعني وأنا كتير يعني بسمع رأيكم، بفتخر فيكم، الله يخلي لي إياكم يا رب. هلا هون حطينا هيك على الطاولة بالغرفة مثل ما شايفين. هلا الطاولات وصلت، بس الطقم الضيوف لسه ما وصل لأنه موصي عليه من منطقة برات بورصة، منطقة اسمها أنيجول. هي هاي مختصة بالمفروشات، يعني هي مثل سوق المفروشات يعني بالجملة ومفرق، وكتير صالات عرض وبتكون القطعة كتير تقيلة. هلا هون اجا اخي التاني اجا من شغله كمان. اخي هذا كتير بحب النابلسية او بالاحرى هي بنسميها الكنافة. بجيب من عندهم من الشغل كنافة وبجيب جبنة وبصير يعملها على طريقة الأتراك مثل ما شايفين. هلا عم يحضر أول الصينية. طبعا هي بتنعمل على الغاز بهاي الطريقة، بدهن سمنة وبعدين بيفرد الكنافة وبعدين بحط عليها الجبنة لازم تكون جبنة عكاوي أو أشقوان، اللي يفضل العكاوي لأنه بتطلع نكهتها أطيب.
هلا هيك مثل ما شايفين راح يحط عليه طبقة تانية وراح يضغط عليها بالصحن يلي شايفينه. هي طبعا تنعمل بهذا الصحن، بس لأنه عدد الأفراد يلي رح ياكلوا كتير لهيك عمل بهي الطواي لحتى تنقسم لشخصين أو 3. ما بتعرفوا يعني هيك أكلات دسمة وحلوة، يعني إنه واحد ما بيحسن بيكتر منها. هلا هيك بحطها على نار هادية على الغاز وببلش يسقيها بالسمنة. طبعا السمنة اللي عم يستخدمها هي سمنة عربية، فيكن تستخدموا البقري أو الحيواني، بس السمنة العربية نكهتها أطيب. هلا عم يستخدم الصحن على أصولها، طبعا هي بتنعمل بهذا الصحن، أو إذا كان مثلا عدد كبير بحطوها بصحن اللي هو بيكون صحن أكبر. هذا الصحن لشخص واحد بس. هيك مثل ما شايفين بنفس الطريقة بيضغط عليها كتير منيح لحتى ما تفك أبدا. طبعا هي ما بتفك، هي بتنعمل بالكنافة الناعمة أو بتنعمل بالكنافة الخشنة. هاي مثل ما شايفين هلا عم يسقيها كمان سمنة بعد ما بيقلبها. طريقتها كتير سهلة وعن جد يعني طعمتها كتير طيبة، وهي نفس طريقة التركية، الكنافة التركية. فيكن تعملوها بالصينية وبالفرن بتطلع كمان بنفس النتيجة، بس ما بتعطي هاي الجمالية. هلا هيك بلش يقسمها. طبعا هاي بتكون ل4 أشخاص أو مثلا 4 أولاد، لأنه الأولاد بتعرفوا ما بياكلوا مثل الكبار. هلا بعد ما خلصنا الكنافة رح نعمل كمان قالب كيك. هلا هيك عم نحضر لحتى نجهز قالب كيك. طبعا الكيك رح نعمله بالطريقة التقليدية، يعني هيك إنه على طلب الأولاد. هلا حطيت ال4 بيضات ونزلت عليهم كاسة ونص سكر، طبعا حلاوته حسب الرغبة. طبعا رح احط عليه فانيليا، انا بحب الفانيليا كتير لهيك بكترها بكل انواع الحلويات. يعني اي حلويات بينحط لها الفانيليا انا بكتر، لانه نكهتها كتير طيبة. ويعني وهون بتركيا بتكون الفانيليا خفيفة، مو مثل عنا بسوريا كانت تجي الفانيليا كتير نكهتها قوية. هلا هيك رح بلش اخلطهم بالخلاط الكهربائي. رح ضل اخلطهم تقريبا 3 دقايق لحتى يصير الخليط لونه ابيض. هلا هيك بعد ما خلطتهم تقريبا 3 دقايق او اكتر، شفتوا صار بهذا اللون. هلا رح نبلش نضيف باقي المكونات. هلا رح نزل كمان كاسة حليب. الحليب والبيض وكله لازم يكون بحرارة الغرفة مثل ما بتعرفوا. كمان الزيت النباتي، كمان نص كاسة تقريبا أكتر شوي. هيك رح أخلطهم. بعدين بجاط تاني رح نحط الطحين، طبعا طحين منخول كمان رح أحطه، لأنه مثل ما شفتوا الجاط التاني تعبى وما عندها مرت أخي ما عندها جاط أكبر، لهيك عم نستخدم يعني اللي متوفر بالبيت. هنن طبعا منتقلين جديد على بيتهم يعني، ولسه ما إنه جهزوا البيت بشكل كامل، عم يستخدموا يعني شغلاتهم يلي كانت عندهم. هلا هيك بعد ما حطيت الطحين رح نزل عليه الخليط السائل، ورح حركه كتير منيح لحتى ما يضل في أي تكتلات. طبعا أنا مشاركت معكم بأكثر من وصفات الكيك، بس هاي المرة هيك الكيك يعني كان على السريع ويعني وعلى قد الإيد. هلا رح ندهن القالب بالزيت. إذا بتحبوا تحطوا عليه رشة طحين كمان بيكون ممتاز، أو إذا حبيتوا تدهنوا بالطحينة كمان بصير. هلا رح نزل الخليط بالقالب، ورح نحركه بهذا الشكل لحتى يطلع الفقاعات منه، ورح نحطه بالفرن لمدة تقريبا 50 دقيقة. مثل ما بتعرفوا يعني لما بيستوي من تحت بنشغل عليه من فوق. شوي الكيك الكل صار بيعرفه. هلا هيك مثل ما شايفين نفش معنا وصار جاهز بهذا الشكل. هلا رح نتركه شوي يبرد وبعدين رح نحطه بصحن التقديم. هلا هيك بعد ما برد وسكبته بهي الصينية، هلا رح نرجع نعمل القهوة.
طبعا هون كان خلص السهرة تقريبا. أنا جهزت الكيكات كان آخر شي، وهون عم نعمل كمان قهوة لحتى نشرب مع الكيك. وبالنسبة للولاد كمان أكلوا الفواكه والتخليطة وهيك شغلات يعني. هلا عم نقسم الكيك بهذا الشكل. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو واستفدتوا منه. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لي لايك، ادعموني بالشير واللايك وتعليقاتكم الحلوة، وأكيد ما تنسوني من صالح دعائكم. إن شاء الله يا رب كله بميزان حسناتكم يا رب. بشوفكم في فيديوهات جديدة. سلام.